انا عملت من الموقع ده فوق $10,000. طبعا كله يطلع ويقول لك كده وهيقول لك ان انا كسبت كذا وكذا وكذا، لكن مش هيقول لك هو ازاي جاب الفلوس دي وازاي عملها بجد. انما النهارده في الفيديو ده انا هشرح لك كل حاجه بالتفصيل عن موقع ووب والكونتنت ريورد، وازاي هتبدا وازاي تنشر الفيديو بتاعك ويتقبل بسرعه كبيره جدا. فقبل ما نبدأ في الفيديو انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. وما تنساش تصلي على النبي. لكن قبل ما نبدأ تعال اقول لك هو يعني ايه ووب. ووب هي منصة بتجمع بين اصحاب المحتوى والكونتنت كريتورز حول العالم كله. بمعنى الشركة دي بتبقى محتاجة ناس تعمل لها فيديوهات وتنشر عنها على تيك توك، بدل ما تدفع لمؤثر واحد مشهور آلاف الدولارات. فبتفتح حملة لأي شخص يقدر ينفذ المطلوب فيها، ولو الفيديو بتاعك اتقبل فانت بتاخد المقابل المادي. طب هي ليه الشركات بتعمل كده؟ لأن الشورتس هي أقوى وسيلة للتسويق حاليا. الشركة مش محتاجة إعلان واحد، هي محتاجة مئات الفيديوهات من ناس مختلفة، لأن كل فيديو ممكن يوصل لجمهور جديد، وده أرخص وأسرع من الإعلانات التقليدية. طب هو يعني إيه يو جي سي ويعني إيه كليبنج؟ اليو جي سي باختصار هي يوزر جنريتد كونتنت، يعني الشركة عايزة حد يعمل فيديوهات عنها كأنه مستخدم عادي. يعني ممكن تتكلم قدام الكاميرا زي ما أنا بعمل كده، ده كده اسمه يو جي سي، او تعمل ريفيو لاي منتج. فالمهم في ده ان الفيديو يبان طبيعي جدا، مش بيبقى اعلان مبالغ فيه. والامثله على ده شركات الاي اي، فبتحتاج اليو جي سي جدا، واغلب الحملات الموجوده على الموقع هي يو جي سي. فاما الكليبنج هو مختلف تماما. يعني مثلا الكليبنج كأن انا صانع محتوى عملت لايف ستريم مدته 3 ساعات، فالثلاث ساعات انا مش صعب جدا هعمل 100 ريلز عن الثلاث ساعات دول. فبحتاج ناس تعمل لي 100 فيديو مثلا، واحط لها البادجت المعين وتنزله عندها. كده انا استفدت وهم كمان استفادوا. وبس كده، دي الحاجات المهمة اللي كنت عايز اقول لك عليها. ويلا بينا نبدأ في الشرح العملي. وهنا نروح لجوجل، هنكتب ووب، هنروح لأول صفحة اللي هي دي، خش عليها هيظهر قدامك الصفحة دي. أهم حاجة في الصفحة دي مش هتدوس كريت بيزنس عشان انت مش هتعمل شغل ليه، انت هتدوس اكسبلور واي تو ايرن. فأول ما تدوس هيطلب منك الإيميل بتاعك أو جوجل بقى والديسكورد والحاجات دي كلها، فأنا هسجل عبر جوجل. فهتفتح معاك الصفحة دي، وقبل أي حاجة انت هنا هتوه وحش أهو، أنا عارف كلنا كنا كده في الأول. قبل اي حاجه دي الصفحه الرئيسيه بتاعت الموقع. فانت هتعمل ايه يا معلم؟ هتروح على الديسكفر. الديسكفر اللي هو الاكتشاف يعني ولا معلش حاجه. بعد ما تجيب لك الصفحه دي في الديسكفر، هتنزل تحت شويه. ماشي يا صاحبي؟ هتلاقي الاتنين دول، مالكش دعوه باللي على اليمين عشان انا مش عارف ايه لحد دلوقتي. فهتدوس على الكونتنت ريورد اللي هي الكليبنج. فايه بقى يا معلم؟ هتفتح لك الصفحه اللي قدامك دي، هتوه برضو توها تاني، فركز معايا للاخر. هتنزل تحت شويه. بعد ما تنزل تحت هتلاقي حملات كتيرة جدا جدا. خلي بالك، والخطوة دي مهمة جدا جدا جدا. خلي بالك عشان في حملات فيها قمار والعياذ بالله، فانت تخلي بالك من كريبتو او اي حاجة مشتبهة. في الحملة دي مناسبة جدا، كول اوف ديوتي بالعربي، فاحنا هنخش عليها وهقول لك ازاي تنضم للحملة وازاي تعمل ايديت للفيديوهات للحملة دي بكل سهولة، وازاي ترفعه وكل الدنيا دي كلها. ولازم تقرأ قبل اي حاجة، واهم حاجة لازم تقرأ الشروط دي كويس جدا جدا جدا، عشان دي اللي هيفترض عليها شروط الفيديو وازاي الفيديو بتاعك هيتقبل وكل الحاجات دي. وشوف البادجت بتاعك انت، الماكس عندك هنا هيدفعوا لك 150 حتى لو جبت مليون مشاهدة. فالماكس بتاعك 150، والمين $1 على ال1000 مشاهدة. وبسم الله ما شاء الله، يعني التوتال فيو عندهم جايب 10 مليون مشاهدة. فانت دي الفرصة بتاعتك جميلة جدا، حاول تنتهز الفرصة دي. فقبل اي حاجة انت هتدوس جوين هنا، هتنضم للحمل. هيوديك لينك تاني خالص، فانت هتهدى شوية. واحلى حاجة في الكامبين دي انها كلها بالعربي، مش هتحتاج للتعقيد او اي حاجة تانية من الحاجات دي. فركز معايا عشان الخطوة دي مهمة جدا جدا جدا. وجات لي $1 وشوية دلوقتي اهو حالا والله وانتوا معايا.
احنا عندنا هنا تو كامبين، علي الحامد وكول اوف ديوتي بالعربي، فانت اختار اللي يريحك في الاتنين دول. فانا اختار علي الحامد. بعد ما اختار علي الحامد هيخش على الهوم، الحملة مخصصة لنشر محتوى خبير الاستثمار العربي، طبعا علي الحامد. فهنا هيدفع لك على ال1000 مشاهدة على التيك توك $0.5، يعني مش يعني ماشي تمام حلوين. والانستا $1، واقل حاجة هيدفع لك على 2000 مشاهدة فقط لا غير. فانت دي اهم حاجة. دي انا عرفت اعمل فيديوهات بسبب الحاجات دي امثلة للفيديوهات اللي انت المفروض تعمل زيها. وشوف جايبه كام مشاهدة، واحد جاي داخل على 1,000,000 مشاهدة واخد $100. انت متخيل؟ فركز معايا في الحاجات دي كويس. اللينك ده بتاع ايه بقى؟ المعلم ده بتاع ايه؟ ده لما بتنشر الفيديو خالص، انت ليك 30 دقيقة في الفيديو بعد نشره على مثلا انا نشرته على تيك توك، انا ليا 30 دقيقة. في خلال ال 30 دقيقة دي لو ما حطيتش اللينك بتاع الفيديو بتاعي هنا، الفيديو مش هيتقبل خالص. فركز في الحتة دي كويس. طب هتقولي يا فين الفيديوهات اصلا واعمل زيها ازاي؟ فاحنا هنرجع خطوة كده، هندوس باك، ماشي، وهندوس على البتاع اللي في الجنب دي، هيجيب لي الحاجات دي كلها وامثله للفيديوهات والمكافآت الماليه وارباح الاعضاء وبلا بلا بلا والشروط. اهم حاجه الشروط، فاحنا هنروح للشروط الاول. اهي جاب لك الشروط بتاعت كول اوف ديوتي والشروط بتاعت الحمله بتاعت علي الحامد. فاحنا هنروح للشروط بتاعت كول اوف ديوتي. ايه يا عم، كول اوف ديوتي، الشروط حمله علي الحامد. هنروح عليها، يقول لي الشروط اهو. من شرط الحساب الاول انك تحط اللينك في البايو، طبعا دي حاجة كلنا عارفينها وسهلة جدا. والصورة الشخصية تكون للأستاذ علي الحامد، تمام. وفي البايو لازم تعمل تاج للحساب علي الحامد الرسمي، يعني مثلا تعمل له منشن في البايو عندك. طبعا كل ده عادي، واسم الحساب كل ده عادي جدا. وشروط الفيديو، الحد الأدنى للفيديو هو 15 ثانية، ما ينفعش تقل بس ينفع تزيد عادي يعني، فاهمني انت. والجودة لازم الجودة مثلا تكون من أول 1080 لحد 4K، يعني فاهم، ما تقللش عن كده. وأهم حاجة المعلم، كل فيديو يجب أن يحتوي على CTA. يعني إيه CTA؟ CTA مثلا أنت معاك لينك، اللينك فين بقى؟ اللينك لازم تحطه في البايو. هتقولي ليه؟ مثلا بتلاقي فيديوهات كتير دوس على اللينك اللي في البايو، واللينك اللي في البايو ده اسمه كله CTA، شغل تسويق وشغل ماركتينج، حاجة جميلة جدا يعني. فانت لازم تركز عليه عشان من اهم شروط ان الفيديو بتاعك يتقبل. ولازم تختار فيديو واحد من هنا، ماشي، ده اللي هنعمل عليه الايديت. نستخدم صوت واحد فقط، الاون سكرين تكست، ماشي، ده ساوند افكت. والCTA في نص الفيديو لازم تحطه مثلا كده، يعني مثلا فاهمني انت. واحترام الصورة طبعا. والمنصات المعتمدة تيك توك وانستجرام، مفيش يوتيوب. خلي بالك من الحاجات دي، يعني ما تجيش تنشر على اليوتيوب وتستغرب الفيديو بتاعك ما تقبلش ليه. ركز. والمشاهدات والموسيقى بعد اذنك، معلش بعد اذنك، يمنع منعا باتا اضافة اي موسيقى دي عشان حاجات حلال، ومسموح بالاناشيد والاصوات الاسلامية عادي، يعني فاهمني. والمشاهدات يتم اعتماد الفيديو بعد وصول 2000 مشاهدة كحد ادنى. الفيديو بتاعك هيتقبل بعد 2000 مشاهدة، قبل كده مش ودع الملاعب بقى. طبعا كل دي حاجات الحد الأقصى للدفع والحد الأدنى. تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمنع استخدام أي أدوات، خلي بالك. وتسليم الحتة اللي أنا قلت لكم عليها، يجب إرسال الفيديو للمراجعة خلال 30 دقيقة كحد أقصى بعد النشر. وطرق بقى الحصول على المشاهدات، يمنع منعا باتا، طبعا ممنوع 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 إنك تشتري مشاهدات أو موقع زيفويا اللي كلنا عارفينه، ممنوع. طبعا دي كل الشروط بتاعتنا، فعادي انا شايفها فاهم، ممكن اعمل كل الحاجات دي. طبعا انا كده عرفت الشروط تمام. ازاي بقى تعمل الايديت بتاعك الاحترافي اللي يخليك تطير في الجو، اللي يخلي الفيديو بتاعك المشاهد اللي يشوفه يكمل الاخر، وده يقدر يجيب لك مثلا فوق الملايين لو تقدر. تعال معايا انت تروح على اللينك، هتحمل الفيديو ده مثلا، ده لينك اللي فيه الفيديوهات، تمام. هتحمل اي فيديو من دولت، انا كنت محمل فيديو فاخش اعمل ايديت على طول قدامي، تمام. بس كده فرص الكليمنج اهي.
دي المصادر بقى، دي الحاجات اللي هي اللي فيها اللينكات بتاعت الفيديوهات والحاجات كده، معلش مش التانية. ايه دي كل الفيديوهات والسي تي ايه وكل الدنيا دي كلها والموجودة. ماشي، احنا هنحمل الفيديو من دولت وهنرجع لكم تاني. طبعا انا حملت الفيديو ده، ويلا بينا نعمل الايديت بتاعه بقى ونروق على الكلام كده، ويلا بينا يلا بينا. عشان بص بقى، انت لو معكش لاب او كمبيوتر تعمل ايه؟ تعال اقول لك تعمل ايه. عندك من التليفون هتحمل كاب كات على التليفون عادي جدا، بس خليه يعني فاهمني، مش عايز اقول برو عشان كاب كات البرو في العموم. هتقول لي ليه؟ اقول لك بيبقى مفتوح لك حاجات احلى يعني وحاجات كده. فهتيجي هنا هتعمل كريت بروجكت، هيدخلك بقى صفحة جديدة بقى والكلام كده حلو. لا مش عارف اتكلم كده ليه والله، أول مرة أعمل فيديوهات كده فمعلش سامحوني. الكاب كنت خرج أصلا. هيفتح لك الدنيا دي كلها. هتعمل حاجة بسيطة، تاخد الفيديو بتاعك كده، راح فين؟ تاخد الفيديو بتاعك كده تحطه على كاب كات على طول يا معلم، انت بتستنى؟ مش هينفع. ازاي بقى تختار الحتة الفايرال اللي هتودي بتاعك الفيديو في حتة تالتة؟ تعالى لي بقى. وانا كده قدامكم خدت الحتة الفايرال يعني اللي عجبتني شوية، كام دقيقة او 10 ثواني بالظبط، فيعتبر حلوة يعني. فاحنا نعمل نغير الراتيو بتاعنا، نخليه مثلا مقاس الشورت، هتلاقيه بالشكل المقرف ده. فهتعمل هتحدد سيلكت اول كنترول ايه، وهتكبر كده يا معلم، هتجيبه في النص. إذا عندك 10,000 دولار الحين شو بتسوي فيها؟ لأنك هل تعلم أن هذه 10,000 دولار إذا أنت استثمرتها يعني بالطريقة الصح بدون أي مبالغة ممكن تغير حياتك بالكامل، والحصة حتى نحن ما نعرف. فايه بقى اهم حاجه؟ تهتم بالكابشن بتاعك وتخليه احترافي جدا جدا جدا. فهتعمل ايه؟ اوتو كابشن، عشان مش قادر الصراحه اكتب. اهي جنريت. استنى بقى لحد ما الكابشن يتعمل وهنجيلكم تاني. كده التكست معانا اتعمل، فهيبقى شكله مقرف جدا 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 يعني. فهنعمل ايه بقى؟ قولوا لي بقى نعمل ايه. تعالى اقول تعالى يا عم، متعيطش، تعالى. 1000 دولار تكست اهو، شكله معفن جدا يعني والدنيا حلوه. نكبره، هنغير الفونت بتاعنا من هنا، خليه حديث مثلا، عربية، خليها عربية أو موتوسيكل. معلش يلا. وتعالى مثلا نخلي الحين دي كلمة مختلفة باللون الأخضر مثلا، ونخليها نديها حتة كده جلو اللي هي اللي قلبك تحبها، فاهمني؟ اللي هي كده يعني. ايه رأيك؟ بس يعني انت مش هتحتاج تعمل حاجة تاني، فاهمني؟ إذا ساوند افكتك بقى والحاجات دي كلها مش مهم. فانت تعمل اكسبورت من هنا وهتحمل الفيديو، ماشي؟ بعد ما تعمل اكسبورت بقى هقول لك تعمل ايه. فايه بقى تكتب ايه هنا؟ اي حاجة عنوان بيبقى فيها مثلا، يعني انت لو مشاهد تشد، يعني انت اللي تختار. يعني مثلا ازاي تعمل 10,000 دولار للطلاب، فاهمني؟ وحط مثلا اي ايموجي من دول كده مثلا. انت لو شفت الفيديو فانت هتستغرب، فانت فاهم فضولك هيجيبك انك تخش الفيديو على طول. فبعد طبعا ما يعمل كده هتاخد اللينك الفيديو من هنا، وهتروح تاني هنا. انا مش هحمل طبعا الفيديو عشان مش هحتاجه. هترجع تاني اللي بعد ما تحمل الفيديو مباشرة على طول تعمل فورس كليبنج اللي هنا، تمام لحد هنا. شكله مش عارف في حاجة ضاربة في عيني كده. هتخش طبعا على علي الحامد ده، سبميت فيديو. هتعمل ايه هنا بقى؟ في اللينك هتحط لينك الفيديو اللي احنا خدناه اللي هو ده، والتايتل هتحط اي تايتل مثلا واحد، اول فيديو انت عملته، مش تايتل اللي انت عامله هناك، فخلي بالك تايتل اي حاجة يعني، فاهمني؟ واللينك طبعا مش هيقرا معاك. الله اكبر الله اعظم.
اللينك مش هيقرا معاك غير لما تحمل الفيديو، فاهمني؟ بس كده بعد ما تدوس بقى هتدوس سبميت والفيديو معاك هيتحمل، وهتلاقيه هنا في السبميشن. ماشي، هتلاقيه هنا في الفيديو بقى. الفيديو بقى بيتوافق عليه امتى؟ بيتوافق عليه بعد ما تجيب المشاهدات او بعدها ب 24 ساعة على حسب الحملة اللي انت هتخشها. فانا بكده بقى تعالوا لي كده. فانا بكده قلت لكم على كل حاجة كافية، ووريتكم الرصيد اللي معايا اهو فوق اهو. فقبل ما ننتهي في الفيديو ما تنساش تخش على اللينك عشان تخش على الموقع، واللينك هتلاقيه تحت واللينك هتلاقيه في الوصف تحت. فارجوكم اعملوا لايك للفيديو لو وصلت لحد هنا، وما تنساش الاشتراك في القناه عشان تشجعني على اللي جاي. ولو استفدت اكتب لي في الكومنتات. ومع السلامه. لو محتاجين اي مساعده كلموني. جود باي.